اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد هنعمل مع بعض طريقه حلوه جدا للكبده بالرده. معايا معلقه توم كبيره، هحط عليها حوالي ربع كوبايه من الخل، ومعلقه من الكمون تكون معلقه صغيره بس مليانه، وهحط عليها كمان معلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وهحط نص معلقه من السماق، ومعلقه من التوم البودره، ومعلقه من البصل البودره، ومعايا معلقة من البابريكا. دي معايا بهارات، ال7 بهارات. خلاص هنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه، مع اضافة مكعب من المرقة. وهملحها بقى ايه زي ما انت عايزة. هعصر بقى عليها ليمون. يبقى انا كده حطيت عليها خل وليمون. الكبدة ما بتتغسلش، الكبدة بتيجي من عند الجزار، سواء بقى كبدة مجمدة او من عند الجزار، برضو ما بنغسلهاش. هنجيب ليمونة ونعصرها عليها علشان ما يبانش فيها ريحة اي زفار. لو انت غسلتيها هتزفر معاكي وهتبقى زفرة، فما تغسلهاش، هاتيها من عند الجزار، حطيها في التتبيلة على طول. جربوا بقى التتبيلة دي حلوة جدا. كأنك جايبة الكبدة من بره بالظبط. اهم حاجة التتبيلة والتسوية. تعالوا بقى هنعملها بالردة، بس مش هيبقى كلها ردة. هنحط كوباية الا ربع من الردة، وكوباية الا ربع من البقسماط او الفيجيتار، ومعايا نص كوباية من الدقيق. لما بعملها برده بس ما بحبهاش قوي يعني، بتبقى كلها رده كده ومش حلو. لكن تجربي تحطي معاها بقسماط ودقيق او فيجيتار، بتبقى حلوة جدا. خلاص بقى كده مش محتاجة كمان ان احنا نسيبها في التتبيلة. لو انتي مستعجلة تبليها بسرعة بسرعة واستخدميها على طول. لكن لو انتي عايزة تسيبيها مفيش مشكلة. وبعد كده بقى جبت طاسة، حطيت فيها زيت. النار تكون متوسطة، مايلة للواطية، يعني نار واطية، علشان الكبدة لو نشفت معاكي مش هتتاكل. انا بحطها كده في الزيت، وبعد كده دقيقتين بالظبط قلبها على الناحية التانية. الكبدة ما بتتسابش على النار كتير، الكبدة اصلا بتبقى طرية فمش مستحملة نار. خلاص هنسويها بالطريقة ديت، وبعد كده نجيب بقى مناديل مطبخ او ورق كراسة يكون مش مكتوب فيه، تصفيها عليه. يعني ممكن مناديل مطبخ او ورق اللي تحبيه حطيه. كده خلاص بقى بعد ما خلصتها جبت بقى الجرجير. اهم حاجة مع الكبدة المردة الجرجير والعيش البلدي، وكلي احلى كبدة. وما تنسوش تشتركوا في القناة، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو